السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نحن رجعنا اليوم مع فيديو جديد، واليوم نحن نتحدث من كيف تتكلم أنت وأصحابك. يلا هنبدأ الفيديو. أولا هنا اللغة الفصحى واللغة العامية هنا، وهنا السلام عليكم وعليكم السلام. بعدين أولا من أين أنت؟ اللغة الفصحى من أين أنت؟ من أين أنت؟ واللغة العامية أنت من فين؟ أنت من فين؟ مصريون يستخدمون أنت، أو اللغة الفصحى أنت. أنت يعني أنت. من أين أنت يعني أنت من فين؟ من فين؟ فين يعني أين. واللغة الفصحى أين، واللغة العامية فين. أنت من فين؟ اللغة الفصحى من أين أنت، واللغة العامية أنت من فين. أنا من مصر وأنت. أنا من مصر وأنت. اللغة الفصحى أنا من مصر وأنت. واللغة العامية أنا مصري وأنت من فين. أنا مصري وأنت من فين. أنا مصري وأنت من فين. اللغة الفصحى أنا من مصر وأنت. واللغة العامية أنا مصري وأنت من فين. واللغة الفصحى أنا من إندونيسيا. أنا من إندونيسيا. أنا من إندونيسيا. واللغة العامية أنا من إندونيسيا. أنا من إندونيسيا يعني نفس اللهجة ونفس النطق، لكن هنا إندونيسيا لو حد من بلد مثلا، يعني أي البلد، مثلا نيجيريا أو مثلا أفغانستان، أي بلد هو يستطيع يعني يحط من مكانها. يعني مثلا أنا من هند، أنا من باكستان، أنا من نيبال، أنا من مصر، أنا من إندونيسيا، أنا من ماليزيا، هكذا الأشياء. واللغة الفصحى ما شاء الله حقيقي أنت من إندونيسيا. ما شاء الله حقيقي أنت من إندونيسيا. واللغة العامية ما شاء الله بجد أنت إندونيسيا. بجد أنت إندونيسيا، هكذا مصريون ينطقون. ما شاء الله بجد أنت من إندونيسيا أو أنت إندونيسيا. بجد يعني حقيقي أو بالصدق، يعني حد يتكلم يعني هو يتعجب من كلام. إذا صراحة يعني حقيقي بجد أنت من إندونيسيا، هكذا الأشياء يعني يتعجب. يعني هو مثلا من إندونيسيا، لكن كيف يتعلم يعني كيف يتكلم باللغة العامية. لهذا لو حد يتكلم أنا من إندونيسيا أو أي البلد تاني يعني مثلا أجنبية، مصريون هم يتعجبون. إيه ده بجد يعني حقيقي أنت من كده. واللغة الفصحى نعم أنا إندونيسيان. نعم أنا إندونيسيان يعني نعم أنا من أفغانستان، أو نعم أنا هندي، أو نعم أنا ماليزيان، هكذا الأشياء. واللغة العامية أيوة أنا إندونيسيان. نعم يعني أيوة. نعم الناس يستخدمون قليل، والأيوة يعني هم يستخدمون كثير. في مصر يعني مصر يستخدمون أيوة دي كثير. نعم أنا إندونيسيا. واللغة العامية أيوة أنا إندونيسيان. واللغة الفصحى أنتم طيبون. أنتم طيبون. واللغة العامية أنتم أحسن الناس. أنتم أحسن الناس يعني نفس الكلام، لكن برضو هم يعني يستخدمون كده أنتم أحسن الناس. مثلا لو أنت تتكلم مع أي المصري، يعني يا حضرتك أنا أمشي كده أو أي مكان كده مثلا، وبعدين يعني هم هيتكلم إيه ده أنت من أي البلد، مثلا أنت من أفغانستان أو مثلا أنت من نيجيريا. يعني حد لو يتكلم إيه ده أنت من أي البلد، أنت تتكلم أنا من نيجيريا. بعدين هو يتكلم يعني كيف أنت تتحدث اللغة العربية بالحلوة، وهكذا. أو مثلا أنت من أي البلد تاني أجنبيون، يعني أهلا سهلا في مصر، أو أنتم طيبون،
أنتم أهل الطيب هكذا. لكن هم يستخدمون أنتم أحسن الناس. عندما هم يسمع كلام يعني من نيجيريا، من أهل الهند، من باكستان هكذا، هم يتكلمون على طول أنتم أحسن الناس. واللغة الفصحى أنتم طيبون أيضا، أنتم طيبون أيضا. واللغة العامية أنتم كمان أحسن. لو حد يتكلم معك يعني أنتم أحسن الناس، أنت تستطيع أن ترد على كلامه أنتم كمان أحسن، يعني أنتم أيضا أحسن. واللغة الفصحى جزاك الله خيرا، يا أخي هل أنت تدرس؟ يعني أنت مثلا تتكلم مع الصاحب مثلا هو مصري، أنت تتكلم جزاك الله خيرا، يا أخي هل أنت تدرس؟ يعني جزاك الله خيرا يعني هو رد دي مثلا أنتم أحسن الناس، بعدين أنت تكلمت وأنتم كمان أيضا، يعني وأنتم أيضا أحسن أو أنتم كمان أحسن هكذا. بعدين هو قال لك مثلا جزاك الله خيرا، خلاص يا أخي هل أنت تدرس؟ يعني هل أنت تدرس؟ واللغة العامية والله يبارك لك، والله بارك لك، أو كثير مصريون يستخدمون والله يخليك، والله يخليك. كثير مصريون هم يستخدمون، لكن والله يخليك يعني مش لازم هنا نتكلم كثير عشان يعني والله يخليك دي حاجة معناها يعني غلط. والله يخليك يعني ربنا يسيبك، يعني ربنا يتركك. لكن لو احنا نتكلم ربنا يحفظك أو ربنا يبارك فيك، هكذا الأشياء أحسن. بعدين هو يعني أنت تتكلم لغة عامية والله يبارك لك أو ربنا يبارك فيك هكذا. يا أخي أنت بتدرس؟ أنت بتدرس؟ مصريين يستخدمون يعني في اللغة الفصحى يا أخي هل أنت تدرس، ومصريون يستخدمون يا أخي أنت بتدرس. أنت يعني أنت، تدرس يعني بتدرس. واللغة الفصحى نعم أنا أدرس في جامعة الأزهر، نعم أنا أدرس في جامعة الأزهر. واللغة العامية أيوة أنا دارس في الأزهر، أيوة أنا دارس في الأزهر. لغة الفصحى نعم أنا أدرس في جامعة الأزهر. هناك جامعة مصريون يستخدمون جامعة يعني غين، جيم يعني غين. مثلا لو أنت تتكلم أنا في جامعة الأزهر، يعني تتكلم أنا في جامعة الأزهر هكذا. طيب اللغة الفصحى نعم أنا أدرس في جامعة الأزهر. واللغة العامية أيوة، نعم من بدلا من نعم أيوة، أيوة أنا دارس في الأزهر، في الأزهر يعني في جامعة الأزهر. اللغة الفصحى ما شاء الله جميل جدا، ما شاء الله جميل جدا. واللغة العامية ما شاء الله حلوة قوي، حلوة قوي. هنا حلوة يعني حلو، حلوة يعني حلوة للبنات، لكن حلو يعني للرجل. ما شاء الله حلو قوي، حلو قوي يعني قوي. قاف مصريون يستخدمون قاف يعني همزة مثلا أعطني قلم يعني هات لي قلم هكذا. طيب قوي يعني قوي هم يستخدمون كثير، يعني مثلا لو أنت تطلع برا يعني كثير تسمعون منهم يعني هم يتكلم حلو قوي أو كبير قوي أو صغير قوي هكذا الأشياء. طيب هنا اللغة الفصحى ما شاء الله جميل جدا، يعني مصريين يستخدمون ما شاء الله حلو قوي أو حلو قوي. واللغة الفصحى أي صف أنت تدرس؟ يعني هل أنت تدرس؟ هو تكلم نعم أنا أدرس في جامعة الأزهر. بعد هذا أنت تسأل أي صف أنت تدرس، يعني أي صف أنت تدرس. واللغة العامية تتكلم أنت سنة كام، أنت سنة كام، أنت سنة كام. واللغة الفصحى أنا أدرس في الدراسة خاصة، أنا أدرس في الدراسة خاصة. هنا اللغة العامية بدرس في دراسة خاصة، بدرس في دراسة خاصة هكذا مصريون يستخدمون. والآن نحن نتحدث يعني مثل المصريون في الحوار. طيب يعني مرة اللي فات يعني محاضرة الأول إحنا نحن تحدثنا هكذا، يعني أنا أولا أسلم عليك، وبعد هذا أنت ترد علي كمان بالصوت، لازم بالصوت عشان أنت تتعلم. أنا يعني أنا أسلم عليك بعدين أنت ترد علي. السلام عليكم ورحمة الله.
أنت من فين؟ أنا من إندونيسيا. أيوة أنا إندونيسيان. أنتم كمان أحسن. أيوة أنا دارس في الأزهر. مع السلامة. والآن أيضا نحن نتحدث في الحوار، لكن أنت يعني تأتي مكاني وأنا أكون مع مكانك، يعني أنت تسلم علي الأول. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مصري، وأنت من فين؟ ما شاء الله، بجد أنت إندونيسيا؟ أنتم أحسن الناس. والله يبارك لك. يا أخي أنت بتدرس؟ ما شاء الله، حلو أوي. إلى اللقاء. والآن سوف نعرف معاني الكلمات. أنت من فين؟ أنت من فين دي اللغة العامية، واللغة الفصحى أنت يعني أنت، فين يعني أين، من يعني من. أنت من فين يعني أنت من أي البلد. أنا مصري، وأنت من فين؟ فين يعني أين. ما شاء الله، بجد أنت إندونيسية؟ ما شاء الله، يعني أنت تعرف معناها بجد. بجد يعني حقيقي أو بالصدق، يعني حد لو يتعجب من كلامك هم يتكلمون بجد، يعني بعض الناس يتكلمون بجد وبعض الناس يتكلمون بجد. أنت إندونيسية؟ أنتم أحسن الناس. أحسن يعني أطيب، يعني حلوة، يعني حلوة كثير أو يعني جيد. أنتم كمان أحسن، كمان يعني أيضا. والله يبارك لك. يا أخي بتدرس؟ يا أخي أنت بتدرس؟ هكذا بتدرس يعني أنت تدرس. أيوة أنا دارس في الأزهر. أيوة يعني نعم، أنا دارس يعني أنا أدرس. الأزهر يعني جامعة الأزهر، يعني هنا أيوة أنا دارس في الأزهر يعني نعم أنا أدرس في جامعة الأزهر. ما شاء الله، حلو أوي. حلو يعني طيب، قوي يعني كثير، حلوة يعني حلوة قوي، حلوة أوي يعني طيب، يعني كثير حلوة، كثير جيد، يعني جيد جدا. حسنا يا أحبابي، اليوم انتهينا الفيديو، وإن شاء الله سنلتقي في فيديو تاني جديد، وتكونوا ألف وصحة والسلامة. السلام عليكم ورحمة الله.